انت تعرف برضو ان زي ما انت بتخزن هدومك في الدولاب بتاعك اللي في اوضتك، الكمبيوتر برضو بيخزن الملفات في دولاب، بس بشكل وبطريقه مختلفه. تعالى في 5 دقائق نتكلم عن الفايل سيستم. الفايل سيستم ببساطه هو طريقه ترتيب ووضع الملفات في الهارد بتاعي. ازاي الكمبيوتر بيرتب وبيحط الملفات وبيفرشها على الهارد او الاس اس دي بتاعي. طب احنا عندنا كم نوع؟ عندنا انواع كتير قوي. عندنا الان تي اف اس، وعندنا الفات 32، وعندنا الاي اكس فات. الفات 32 ده ببساطه عامل زي الدولاب الصغير اللي يا دوبك بتحط فيه هدوم بعدد معين، او بتحط فيه هدوم بحجم معين. فاخرك مثلا في الدولاب اللي اسمه فات 32 ده انك تحط فيه ملفات، الملفات دي اخرها 4 جيجا بس. والفايل سيستم ده كان موجود على فكرة زمان في الفلاشات الصغيرة بتاعتنا، فكان أقصى مساحة للفايل واحد 4 جيجا فقط. طبعا دي مساحة صغيرة جدا مقارنة بالمساحات المهولة اللي بنشوفها في الأفلام والأغاني والصور والبرامج والحاجات اللي بنعيشها كل يوم. بعد كده بقى حصل التحديث وعملنا الاي اكس فات. المرة دي الدولاب بقى أكبر بكتير قوي، وبقى بيشيل ملفات. الملف الواحد ينفع تبقى مساحته أكبر من 4 جيجا عادي جدا. ده غير ان مساحه الهارد نفسه اللي بالاي اكس فات كانت مساحته كبيره قوي، بتوصل دلوقتي للتيرا بايتس. اما في الفات 32 انت كنت مخنوق وبتحجم، وكان اقصى مساحه للفايل الواحد 4 جيجا بايت. طيب الاي اكس فات ممكن نشوفها في ايه؟ ممكن نشوفها في الفلاشات الصغيره، ممكن نشوفها في الاس اس دي الصغيره المساحه الصغيره، في اي مساحه تخزين متحركه سهله وبسيطه، يا دوبك تحط عليها فايلات، تشيل منها فايلات، حاجات بسيطه خالص. طيب الاي اكس فات والفات 32 هما الاثنين عندهم عيب خطير جدا، هو انك ما تعرفش تدي بيرميشنز، او ما تعرفش تعمل صلاحيات لاستخدام الفايلين دول. فلو انت مثلا عايز تعمل بيرميشن انك تخلي مجموعه يوزرز معينين يفتحوا فايلات معينه ويوزرز تانيين لا، انك تعمل ضغط للملفات. لو انت عندك مثلا برنامج او ملف او اغنيه او فيلم مثلا مساحته 4 جيجا، انت عايز تضغطه، عايز يبقى مساحته اصغر من كده، مساحته مثلا 2 جيجا، 1 جيجا ونص، وهكذا. في الاي اكس فات والفات 32 الاوبشنز دي او الفيتشرز دي مش موجوده ومش كتيره. ويا دوبك انت هنا يا دوبك مخلي الهارد او مخلي الفلاشه الصغيره بتاعتك تشتغل كارسال واستقبال الداتا. الحل السحري بقى حصل فين؟ في الفايل سيستم الجديد واللي مستخدم دلوقتي، واللي اكيد هتلاقي جهاز الكمبيوتر بتاعك شغال بيه، واسمه ال NTFS New Technology File System. ده بقى حلاوته كان ايه؟ اول حاجه الدولاب بتاعه اكبر بكتير من الاي اكس فات ومن الفات 32. لو انت عندك هارد ان تي اف اس فما تدورش على مساحه، ما تقولش هو يا ترى اخره كام الفايل سيستم ده، لانك مش هتعرف تجيبها. واصله دلوقتي للتيرا بايتس والزيتا بايتس كمان. الزيتا بايتس دي اضعاف التيرا بايتس، انت متخيل؟ طيب مساحة الفايل الواحد أكبر برضه من 4 جيجا زي إكس فات. بس الفرق بقى إيه؟ بالظبط كده زي ما أنت قلت، إن هنا تقدر تحط بيرميشنز، تقدر تعمل ضغط للملفات، تقدر تعمل كمان انكريبشن، وتخلي الملفات بتاعتك معمولة بباسورد مثلا عشان تمنع السرقة، وحاجات تانية كتيرة أوي. يبقى ببساطة الكمبيوتر بتاعك علشان يقدر يحفظ الملفات في الهارد بتاعه لازم يبقى ليه طريقة ترتيب وطريقة وضع الملفات دي في الهارد. الطريقة دي اسمها ايه؟ اسمها الفايل سيستم. عندنا كام طريقة؟ عندنا 3 طرق، دول أشهر 3 طرق موجودين في نظام الويندوز بتاعنا. أول طريقة كان اسمها الفات 32، كانت مساحة الهارد كله كانت صغيرة. طب الفايل الواحد، أقصى مساحة للفايل الواحد، يعني لو عندي برنامج أو عندي فيلم أو عندي أغنية أو أيا كان، أقصى مساحة للفايل الواحد كانت قد إيه؟ كانت 4 جيجا. طبعا دي مساحه صغيره خالص. طيب كان بيستخدم في ايه؟ في العرضات القديمه قوي اللي كانت مساحتها صغيره. طيب ايه التحديث؟ الفايل سيستم اللي بعد كده اي اكس فات. دلوقتي مساحه الفايل الواحد بدل ما كانت 4 جيجا دلوقتي بقت اكبر من 4 جيجا براحتك. ومساحه الهارد كله كده على بعضه برضه بقت مساحه كبيره قوي توصل للتيرا بايتس. بس ايه المشكله فعلا اللي موجوده في الاي اكس فات والفات 32؟ انك ما عندكش الاوبشنز زي البرميشنز والانكريبشن، وانك تعدل في الفايل، وانك تعمل فيه فيتشرز او اضافات مختلفه وجديده. ايه بقى اللي حل كل المشاكل دي كلها؟ الفايل سيستم اللي اسمه ان تي اف اس. دلوقتي مساحه الفايل بقت اكبر بكتير من 4 جيجا. مساحه الهارد بقى مسموح معاك انك تستخدم لا للزيتا بايتس اللي هي اضعاف التيرا بايتس، بجانب انك تقدر كمان تعمل فيتشرز زي البرميشنز، تسمح كده لناس معينه هم اللي يفتحوا الفايل وناس تانية لا، وزي الانكريبشن انك تشفر الفايل ده عشان لو اتسرق محدش يفهمه، وانك تديله كمان باسورد
وزي الكومبريشن اللي هو انك تضغط الملفات بدل ما يبقى الملفات كلها حجمها كبير تقدر تضغطها تصغر حجمها عشان تسهل عمليه ارسال واستقبال الملفات دي. ده ببساطه الفايل سيستم. طبعا ده جزء من الحاجات الكتيره قوي اللي هنتكلم عليها في دبلومه الهيلب ديسك، اللي هتعلمك كل شيء عن الكمبيوتر من تحت الصفر. هنتعلم مع بعض اساسيات الكمبيوتر النظري والعملي وحل جميع المشاكل، وهنتعلم مع بعض اساسيات الشبكات، وهنتعلم مع بعض اساسيات السايبر سيكيورتي كمان، وهناخد اشهر المشاكل العمليه اللي هتقابلك كل يوم وانت شغال في الشركه كاي تي هيلب ديسك. فيديوهات مسجله مفتوحه معاك لمده سنه كامله تقدر تشوفها براحتك في اي وقت، مع دعم كامل طبعا لجميع اسئلتك واستفساراتك. لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر عن الدبلومه هتلاقيني سايب لك رقم الواتساب هنا، ابعت لي وهرد عليك وابعت لك كل حاجه. لحد هنا وكفايه، ما تنساش صلي على النبي. اشوفك على خير، سلام. الفايل سيستم ببساطه كده. حلو ده، حلو ده، ماشي.